السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة مش شائعة ومش معروفة عند معظم الناس. وصفتنا النهاردة وهي الفراخ على البخار، وحقيقي دي من أسهل وأحلى وألذ الوصفات اللي ممكن تجربوها في الفراخ، وطبعا ممكن تقدموها في العزومات كصنف جديد محدش يعرفه، وحقيقي طعمها بيبقى حكاية، وتنفع جدا للناس اللي عاملة دايت وبتدور على أي وصفة تكون حلوة ومش لاقية. فحقيقي الوصفة دي هي الاختيار المثالي لأننا هنعملها من غير ما نضيف عليها أي مادة دهنية، وحقيقي طعمها بيبقى تحفة جدا. والميزة في الوصفة دي إن هي بسيطة وخطواتها سهلة ومش مكلفة خالص، وأحلى حاجة بقى إنها مبتاخدش وقت كبير واحنا بنحضرها. تابعوا معايا الفيديو للآخر عشان تعرفوا كل التفاصيل الصغيرة والتركات اللي أنا هقولها واحنا بنشتغل في الفيديو عشان تطلع معاكم مظبوطة من أول مرة. وطبعا الوصفة دي مش معقدة خالص، ومكوناتها بسيطة وموجودة في كل بيت، لكن السر في طريقة التحضير وخطوات التسوية اللي هقولكم عليها واحنا بنشتغل. فخليكم معايا خطوة بخطوة، ويلا نبدأ ونشوف هنعملها ازاي. وأول حاجة هنحتاجها في وصفتنا النهاردة وهي الخضار. أول حاجة معايا البسلة، والبسلة دي متفرزرة، ومعايا جزرية واحدة وكوسة واحدة. وده بس الخضار اللي احنا هنحتاجه في وصفتنا النهاردة. وطبعا غسلت الجزرة والكوسة وشلت القشرة اللي عليهم من بره، وهنبدأ بقى نقطعهم. تعالوا بقى اما نشوف هنقطع كل واحدة فيهم ازاي. اول حاجة معانا البسلة. طبعا البسلة احنا مش نحتاج لها كمية او مقدار معين، يعني اي كمية هتستخدموها من البسلة بيكون عادي، بس ما تكتروش زيادة عن اللزوم. طبعا ممكن تستخدموا بسلة فريش او بسلة متفرزرة. انا هنا استخدمتها متفرزرة لان ده مش موسم البسلة. والبسلة زي ما انتم شايفين كده ان انا بقطعها كل واحدة نصين، ولو انتوا بتقطعوها والغلاف اللي بره ده اتشال فده عادي جدا. تاني حاجة هنقطعها وهي الكوسة. طبعا يعني انتوا شايفين ان هي حجمها صغير، بس احنا كمان مش هنحتاجها كلها، يعني يا دوب هناخد منها نصها. واول حاجة طبعا عملناها زي ما قلنا غسلناها وشلنا الغلاف اللي عليها من بره، وبعد كده هنبدأ ان احنا نقطعها. بنقطعها الاول بالطول، بس بنقطعها يعني تبقى شرايح رفيعة جدا زي ما انتم شايفين. وبعد كده هنقطعها بالعرض، برضو هنقطعها تبقى رفيعة جدا عشان احنا عايزين القطعة بعد كده تبقى معانا صغيرة قوي. وبعد ما قطعناها من ناحيتين هنبدأ بعد كده ان احنا نقطعها كلها مرة واحدة، يعني زي ما انتم شايفين كده. يعني بصوا القطع في الاخر بتبقى صغيرة جدا، وده الحجم اللي احنا محتاجينه بالظبط في وصفتنا النهاردة. شايفين مش كبيرة خالص ولا ان هي متوسطة، لا احنا قطعناها قطع صغيرة. وزي ما قلت اللي احنا ما قطعناهاش كلها، سيبنا منها جزء. وتالت نوع خضار هنستخدمه في وصفتنا النهاردة وهو الجزر. طبعا قبل ما نقطعه بنكون غسلينه كويس، وهنشيل الغلاف او القشرة اللي بتكون عليه من بره. وبعد كده هنبدأ نقطعه زي الكوسة بالظبط. هنقطعه اول حاجة بالطول، وبعد كده بالعرض، وبعد كده هنقطعه قطع صغيرة زي ما انتم شايفين كده. وهنا كان خلاص قطعنا كل الخضار اللي احنا هنحتاجه. شايفين بقى الجزر قطعناه ازاي، وده الحجم اللي احنا محتاجينه في وصفتنا النهاردة، وطبعا بيكون مناسب جدا مع الفراخ. والبسلة كمان قطعناها، وزي ما قلت ان احنا بنقسمها نصين، ولو الغلاف اللي بره ده اتشال فعادي جدا مش بنرميه، لا عادي بنكمل بوصفتنا. وبعد كده هنضيف الخضار عندي في حلة صغيرة، وهنسيبه على النار 5 دقايق. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. بعد ما ضفنا الخضار اللي معانا كله، هنضيف بعد كده نص كوباية مية او كوباية الا ربع مية، وطبعا انا استخدمتها مية عادية. واهم حاجة انكم ما تكتروش من المية، يعني هي يدوب حاجة بسيطة جدا. يعني هنا شايفين المية قد ايه، حاجة بسيطة جدا. هنضيف على الخضار معلقة صغيرة مليانة من مرقة الدجاج، وهنقلبهم مع بعض وهنرفعهم على النار. وطبعا ما بنضيفش اي بهارات تاني ولا ملح ولا اي حاجة تانية، هي بس مرقة الدجاج وخلاص على كده. هنرفعهم على نار هادية وهنسيبهم من 3 ل5 دقايق. وتاني حاجة في وصفتنا النهاردة وهي الفراخ. انا هنا هستخدم صدور فراخ، ما ينفعش استخدم وراك خالص. وفي وصفتنا النهاردة انا استخدمت كيلو من صدور الفراخ. والميزة في الوصفة دي انها مش بتحتاج مقدار معين، يعني اي كمية عندك من صدور الفراخ ممكن تستخدميها عادي. وبعد كده هنفرمهم في الكبة
بس طبعا لازم نقطعهم قطع صغيرة، وده عشان ما تجهدش الكبة معانا. وطبعا ما ننساش ان احنا نغسل صدور الفراخ تحت مية جارية كويس، وبعد كده هننقعها في مية فيها ملح وليمون لمدة 10 دقايق، وبعد كده هنصفيها من المية وهنغسلها كويس تحت مية جارية، وبعدين هنقطعها قطع صغيرة وهنفرمها في الكبة لعند ما تتفرم وتبقى ناعمة جدا معانا. ولو الكبة عندك صغيرة يفضل ما تحطيش الكمية كلها مرة واحدة، وده عشان الفراخ تتفرم معاكي كويس. يعني هتقسميها على مرتين او 3، وده على حسب حجم الكبة والمقدار اللي انت هتستخدميه من صدور الفراخ، وده عشان الفراخ تتفرم معانا وتكون ناعمة جدا. وبعد ما فرمنا الفراخ وبقت معانا ناعمة جدا زي ما احنا عايزين، بصوا بقى كده معايا، لازم يكون قوامها بالشكل ده، ناعم ومتجانس من غير اي تكتلات فيها، وده بالظبط القوام اللي احنا محتاجينه عشان الوصفة تطلع معايا ناجحة ومظبوطة. هنضيف عليها بصلة وسط فرمناها كويس جدا في الكبة، يعني فرمناها ناعم. وبالنسبة عندي للبهارات اللي هنحتاجها: معلقة صغيرة توم باودر، معلقة صغيرة بصل باودر، معلقة صغيرة مرقة دجاج مرقة فورية، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، ونص معلقة صغيرة كمون، ونص معلقة صغيرة قرفة، وربع معلقة صغيرة ملح. الملح هنا على حسب الرغبة، بس ما تزودوش قوي ملح عشان ما تبقاش حادقة معاكم. وهنا كان خلاص الخضار معانا اتسلق وما كانش فيه اي مية خالص. لو لقيت ان هو لسه فيه مية فممكن تصفوا المية دي، احنا مش محتاجين اي مية في وصفتنا. وبعد كده هنقلبها لعند ما كل المكونات دي تتوزع كويس. وطبعا البصل اساسي معانا في وصفتنا، لان هو كمان بيخلي الفراخ طرية وما تنشفش معانا. شايفين قد ايه الوصفة سهلة وبسيطة وخطواتها واضحة وما بتاخدش وقت كبير واحنا بنحضرها. فلو انتي مستعجلة او مش عايزة تقضي وقت كبير وانتي في المطبخ، فحقيقي الوصفة دي بتبقى جميلة جدا، وكمان طعمها في الاخر بيطلع حلو قوي. وبعد كده عندنا صينية صغيرة هنكون دهناها بسمنة بلدي او اي نوع سمنة متوفر عندكم، وهنبدأ ننزل عندي بالفراخ. وبعد ما نزلنا بالفراخ هنوزعها كويس وهنسويها، ونحاول ان احنا نخليها كلها نفس السمك تقريبا، وده عشان تستوي كلها مرة واحدة، ما يبقاش فيه عندنا جزء استوى وجزء لأ. هنسويها كويس بإيدنا لعند ما يبقى السطح كله متساوي. كده خلاص الفراخ جهزت معانا، بس اخر حاجة هنعملها ان احنا هنضيف شوية صلصة بسيطة على الوش. طبعا ممكن تستخدموا اي نوع صلصة متوفر عندكم، وده عشان لما تستوي يبقى شكلها حلو. وكمان ممكن تستبدلوا الصلصة بكريمة لباني، وبرضو بيبقى طعمها حلو جدا. شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ ما شاء الله جميلة جدا. يلا بينا نشوف هنسويها ازاي، وكمان هقولكوا على شوية تركات صغيرة بتفرق جدا في التسوية، وازاي تطلعوها مظبوطة وناجحة من اول مرة. عندي صينية، الصينية دي هتكون اكبر من الصينية اللي احنا حاطين فيها الفراخ. اول حاجة هنضيفها وهي شوية خل، وده عشان يحافظ على لون الصواني وما يخليهاش تسود معانا. وتاني حاجة هنضيفها وهي المية المغلية، وانا هنا حطيت ربع صينية مية، ما كترتش مية خالص. وبعد كده هندخلها الفرن على الصاج اللي تحت، يعني ما بحطهاش على الشبكة خالص. وناخد بالنا ان الفراخ دي ما بتاخدش وقت كبير على النار، يعني اول ما تلاقوا ان هي بدأت تنزل ميتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هنشيلها من الصينية اللي هي فيها المية دي، خلاص هنستغنى عنها، وهندخلها الفرن على الشبكة عادي في الرف الوسطاني. هنسيبها في الفرن لعند ما تتشرب المية وتستوي معانا. ولو لقيتوها استوت وما تشربتش المية فده عادي جدا، ممكن تصفوا المية او الشوربة دي، وحقيقي بتبقى حلوة جدا معاها. ودي من الوصفات اللي ما بتاخدش وقت كتير على النار، يعني من 25 دقيقة لعند النص ساعة وهتلاقوها استوت معاكم. وده برضو على حسب حرارة الفرن اللي انت هتسويه فيها. شايفين بقى شكلها ما شاء الله جميلة ازاي، وريحتها في الوقت ده كانت خطيرة بجد. ودلوقتي بعد ما الفراخ استوت وبقت ريحتها طالعة ما شاء الله جميلة جدا، هنبدأ ان احنا نقطعها. هتقطعوها بأي شكل انتوا حابينه، بس انا هنا هقطعها على شكل مكعبات،
مكعبات صغيرة بقى او كبيرة ما بتفرقش كتير. شايفين بجد شكلها ما شاء الله، ومنظر الخضار فيها شكله تحفة بجد. وبجد دي من الوصفات اللي ما بتاخدش وقت كبير واحنا بنحضرها، واقتصادية جدا، مش مكلفة ولا اي حاجة. وفي الاخر بصراحة النتيجة تستاهل، لانها طعمها بيبقى جميل جدا. وطبعا بتنفع جدا في العزومات كصنف جديد، وفي ناس كتيرة ما تعرفش الوصفة دي. غير طبعا ان شكلها بيبقى حلو جدا وشيك في التقديم. وكمان تنفع جدا للناس اللي عايزة تعمل دايت، لاننا ما ضفناش عليها اي مادة دهنية. وكمان الخضار اللي احنا ضفناه بيكون مفيد جدا. شايفين بقى قد ايه الوصفة سهلة وبسيطة ومش مكلفة، وما بتاخدش وقت كبير واحنا بنعملها، واقتصادية جدا، وصنف جديد يتقدم على السفرة في وقت العزومات. وكده هنكون وصلنا لاخر وصفتنا النهاردة، وهي الفراخ اللي على البخار اللي عملناها مع بعض خطوة بخطوة. وزي ما شفتوا الموضوع بسيط جدا ومش محتاج تعقيد، بس اهم حاجة ان احنا نركز في التفاصيل الصغيرة اللي بتفرق جدا معانا في الطعم وفي الشكل. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. واشوفكم على خير في فيديو جاي. ولو وصلتم لعند هنا ما تنسوش تصلوا على الرسول.